انتي لسه قاعدة كل دوت وما عملتيش العاشورة؟ يلا قومي بقى اعمليها بطريقتي خطيرة، بيضة وزي القشطة وكريمية ورهيبة، بطريقة حلوة جدا هتطلعي أحلى طبق عاشورة، مغذية ومفيدة جدا. وكل سنة وحضراتكم طيبين. يلا النهاردة نعمل العاشورة مع بعض. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت كده نص كيلو من الغله او القمح المقشور بالشكل دوت. انا بستخدم النوع دوت بيبقى حلو جدا. جبت طبق غويط وفضيت كده الغله فيه بالشكل ده. هبدا ان انا اغسلها كويس جدا واصفي الميه من عليها. بعد كده هبدا ان انا انقعها في ميه عاديه خالص لمده اقل حاجه 4 ساعات، علشان كده تبقى تنفش معايا وما تاخدش وقت في السوا. بعد ما نقعتها 4 ساعات كده وبدأت الحبات بتاعتها تفتح، هبدأ ان انا اغسلها واصفي المية تاني. بعد ما غسلتها كويس جدا وصفيت المية، جبت بقى الحلة اللي انا هستخدمها ونزلت كده بكل القمح او الغلة في الحلة بالشكل ده. تمام كده زي الفل. بعد كده بقى هبدأ ان انا اغطيها بمية مغلية، احط كده كمية مية مغلية محترمة وبعد كده ارفعها على النار. المية المغلية هتسرع لي في السوا. رفعتها بقى على نار متوسطة. ببدأ ان انا ارفعها على النار لمدة من 45 دقيقة لساعة بالظبط. بخلي الغطا كده مش مكبوس عليها جامد علشان ما تفرش معايا. اول كده ما عدى نص الوقت، جبت نص كوباية من السكر ونزلت على الغلة بالشكل ده. يعني عدى حوالي نص ساعة او تلت ساعة، وبدأت كده العاشورة تنفش معايا وتفتح معايا. نزلت على طول بنص كوباية بس من السكر، علشان القمح كده يتطعم بالسكر ويبقى مسكر معايا وجميل. بعد بقى ما عدى مع الوقت معايا وخلاص استوت وزي الفل كده جميلة وزي الفل، هبدأ ان انا اطفي عليها خالص واسيبها متغطية لمدة ساعة كاملة. بعد ساعة بلاقيها اتشربت كل المية اللي عليها. بصوا يا جماعة، ومستوية وجميلة جدا. دلوقتي بقى هنزل عليها ب2 كيلو من الحليب او 2 لتر من الحليب. انا استخدمت هنا الحليب المعلب اللي هو كامل الدسم. ممكن تستخدمي 2 كيلو من الحليب اللي بالقشطه، بيبقى جميل والذ واطعم كمان. نزلت كده ب2 لتر من الحليب، ونزلت كده بحوالي كوبايه الا ربع من السكر. السكر ده على حسب الرغبه. يعني نزلت بكوبايه الا ربع او كوبايه كده مش مليانه من السكر. يعني انا استخدمت فيها كلها كده حوالي كوبايه وربع او زياده شويه كده من السكر. وطبعا بندوق ونشوف لو محتاجين سكر تاني بنزود. بقلبها كده واسيبها على النار لغايه ما اللبن يبدا يسخن معايا ويدخل في مرحله الغليان. دلوقتي بقى هنعمل خلطه حلوه قوي بتخلي العاشوره كريميه وخطيره. اول حاجه جبت طبق غويط ونزلت في الطبق دوت ب4 معالق كبار من النشا، ونزلت عليهم كمان ب4 معالق كبار هرمين كده من الكريم شانتيه الخام. مش قادره اقول لكم الخلطه دي يا جماعه بتخليها حلوه قوي. تقدري تستبدلي الكريم شانتيه الخام بكريمه لباني او باربع 5 معالق كده من القشطه من وش الحليب. دلوقتي بقلبهم كلهم وبخلطهم كويس جدا كده. بقلبهم في نص كوبايه من الحليب. بقلبهم كويس جدا كده لغايه ما الكريمه بصوا تبقى معايا بالشكل ده. بعد كده على طول اول ما اللبن يبدأ يسخن معايا بالشكل دوت، هبدأ انزل كده بالخلطة الجبارة اللي انا عملتها. بتخلي لي العاشورة كريمية وبيضة وفاتحة وزي القشطة. كريم شانتيه فيها بيخليها حلوة قوي. تقدري زي ما قلت لك تستخدمي كريمة لباني او قشطة بديل الكريم شانتيه. بنزل بقى بكل الخلطة دي بالشكل ده، وببدأ ان انا اقلبها كده وادوبها كويس جدا في العاشوره. مش قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي، مش قادره اوصف لكم كمان طعمها بيبقى عامل ازاي. ما يتشبعش منها ابدا. اول ما بتدخل في مرحله الغليان كده وبنبدا نفضل نستمر كده في التقليب. بختبر النشا عشان اتاكد ان النشا استوى وكله تمام. بعمل خط كده في الكبشه بتاعتي. لو الخط دوت فضل ثابت زي ما هو يبقى كده تمام، وبطفي عليها. اول ما بطفي عليها بديها كده معلقه صغيره من الفانيليا السايله او الفانيليا الباودر، وبقلبها كده شوية صغيرين، وبعد كده بطفي عليها وبرفعها خالص من على النار. بصوا بيضة وفاتحة وكريمية وخطيرة جدا. دلوقتي بقى جهزت الأطباق بتاعتي وهبدأ أغرفها على طول. طلعت حوالي 17 أو 18 طبق. بتطلع كمية محترمة جدا، بتبقى حلوة قوي يا جماعة ومفيدة ومغذية جدا. بنبدأ نغرفها بالشكل ده. نقلبها كده قبل ما نغرفها في الطبق، وبعد كده نغرفها على طول. ما شاء الله خطيرة يا جماعة. اعملوها بقى اللي لسه ما عملتهاش تبدأ تعملها على طول النهاردة. تمام كده زي الفل.
أول ما باخلّص بقى كل الكمية باسيبها خالص تبرد وتاخد درجة حرارة المطبخ وتبرد تمامًا، بعد كده بادخّلها على طول التلاجة. بادخّلها بقى التلاجة لمدة من أقل حاجة 6 ساعات، أنا سِبتها ليلة كاملة في التلاجة. بُصّوا باحطها كده على ترابيزة المطبخ أو على الرخامة لغاية ما تبرد خالص وتاخد درجة حرارة المطبخ، يعني ساعة، ساعة ونُص كده. أول ما تبرد خالص بابدأ إن أنا أدخّلها التلاجة وأبيّتها في التلاجة أو أحطها أقل حاجة 6 ساعات زي ما قُلت لحضراتكم. بُصّوا طلعت كمية جميلة ومحترمة إزاي. بعد بقى ما باخرّجها من التلاجة بابدأ أزيّنها بقى، والتزيين ده على حسب الرغبة، تزيّنيها زي ما أنتِ حابة أو تسيبيها سادة كمان زي الفل. أنا زيّنتها كده بمكسرات وزيّنتها كمان بزبيب وجوز الهند، خطيرة يا جماعة. بُصّوا حلوة إزاي، طلعت بقى كريمية ومتماسكة وخفيفة وحلوة أوي، ما يتشبعش منها أبدًا. بُصّوا بقى هنشوفوها مع بعض من جوّه، بُصّوا كريمية قد إيه، فاتحة وزي القشطة، خطيرة جدًا يا جماعة. جرّبوها بنفس الطريقة دي، وأنا واثقة إن أنتم هتعتمدوا الطريقة دي وهتطلع معاكم أنجح عاشورة عملتوها في حياتكم. أتمنى يكون الوصفة والطريقة عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدًا، وشير كمان كتير علشان الكل يشوف الوصفة الجميلة دي وينفذها. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وبسعادة يا رب. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.